بصي احنا بعد ال30 ما بنتجوز. بعد ال30 بنربي كلاب او قطط او اي كائن حي ماشي. لو ثعلب اوكي، ذئب ماشي، صقر اوكي. بتظهر بعض التالنتس الحيوانيه اللي جواه كبني ادم. انا حاسس ان انا هبقى احسن مع الصقر من انه يكون معاكي مثلا. انا حاسس ان الثعلب اللي هناك ده هو شكلي شبهي. في بعض المكر والخبث والخبائث جوانا مشتركه. فانا هو بيحس بعد سن ال30 ان هو كبر، بس مش للجواز، كبر لمهارات اخرى. بيكتشف نفسه في مهارات اخرى ملهاش علاقه بيكي خالص. انت موجوده جميل اوكي، مش موجوده قدر الله ما شاء فعل، لا يكلف الله نفسا الا الا وسعها. فانت ما تضغطيش عليه، لان هو ماشي بالادويه، بس هو ما بيقولكيش ان هو كل يوم الساعه 12 مثلا بالليل عنده دواء بتاع ايه احنا مش عارفين. ممكن يكون بتاع قلب، بتاع سكر، بتاع شيخوخه مبكره، فولتارين، هيموكلار، ريباريل، ابو فاس، اي حاجه ريحتها معفنه هو بيحطها قبل ما ينام. ليه؟ لان المفاصل يا ماما والظهر والركب احنا نجيب طاقه وباور منين؟ ما احنا ما عندناش. والله لو عندنا ما احنا نخبيها، هنشيله يعني في الدرج ونقول لك احنا ما عندناش؟ لا احنا ما عندناش. زمان كنا نقول ياه اما يبقى عندي 30 سنه ده انا هبقى كبير جدا. لا خالص. هو بيبقى عنده 30 سنه وبيبدا يظهر عليه ملامح الطفوله، لان هو ما عاش طفولته. حتى لو كان عايش طفولته طول العرض، لا انا عايزه اعيش طفوله براحتي وبمزاجي كده، اختارها واعيش فيها. هو بيحبها كده. لا تحشريش فينا. فانت ما تجيش تسخني وتقولي له يلا نتجوز. نتجوز ايه؟ نتجوز ليه؟ يلا نتجوز ليه؟ هو يتجوزك ليه؟ ما هو عايش واكل شارب نايم قاعد على القهوه لاعب بلاي ستيشن خسران مغلوب 10-0 مدشوش على دماغه في بولت الاستيميشن على القهوه، بيشرب كوبايه القهوه ب5 جنيه. ليه خلي كوبايه القهوه من 5 جنيه ل 500 جنيه عشان انت موجوده؟ ما هو برضه هو بالعقل. حطي دماغك انت فيكي، راسك فيكي كده. اوكي يتجوزك ليه؟ هو بيحبك اوكي، مالهاش علاقه. الحب حاجه والجواز حاجه. اكسكيوزو موا بيبي. الحب حاجه والجواز حاجه. الراجل فوق ال30 لو انت ما قفشتيهوش وهو في العشرينات ما تدوريش عليه بعد ال30، لان هو عنده اكتر من موهبه ظهرت. اللهم صل على النبي. ابننا ممكن يخش الاولمبيات لو احنا بس شجعناه على اللعبه اللي هو ما بيعرفش يعملها بس نفسه يعملها. هو حاسس لو ربى الصقر ده هيبقى عيله، هيخليه عيله، هيخلي الصقر ده عيله. يجوزه، يجيب عياله، ياكله ويشربه ويصور له فيديوهات ويبقى عنده كونتنت، يبقى كونتنت كرييتور. انما لو اتجوزك هيبقى جوز الست راح جوز الست جه. ما استفدناش حاجه، والله العظيم ما استفدنا حاجه. حاولي لو انت مرتبطه بواحد تتجوزيه قبل ما يخش مرحله الثلاثينات، والله العظيم. لان لما يخش مرحله الثلاثينات انت كنت موجوده اوكي، مش موجوده يبقى احسن. مش هيدور عليكي اصلا، هو مش هيدور عليكي. هل هو قاصد؟ لا هو مش قاصد. هو دماغه بتقول له كده. تيجي تساليه حبيبي انت مش عايز تتجوز مثلا، يقول لك نفسي اتجوز قوي بصراحه، انا حاسس ان نفسي اتجوز. اسالي نفس الشخص ده كمان ساعتين حبيبي انت مش عايز تتجوز، يقول لك اتجوز ليه؟ ايه خليني اتجوز يعني؟ بعد ال30 بنقلب كلنا برج الجوزاء. حتى لو انت مش برج الجوزاء ولا هو برج الجوزاء، هو برج الجوزاء بياخد فتره في حياتنا كبني ادمين 3 سنين. انا حاسس ان انا برج الجوزاء، لا اله الا الله. يعني هو يمين وشمال. نفس الشخص ما يتسالش نفس السؤال مرتين ورا بعض. بنت خلبوصه، لا هو دماغه مريحاه. دلوقتي دماغه قالت له نتجوز. كمان ساعتين مش عايز يتجوز، هو حر. حياته ولا حياتك؟ حياته. حشيش فينا، حاولي تحشيش فينا لو سمحتي. فما تساليهوش هنتجوز امتى، لان هو مش عارف الحاجه النهارده غاليه. يتجوز ليه؟ لاقي فلوسه؟ مش لاقي فلوسه. هو اساسا مش لاقي دماغه، يلاقي فلوسه فين؟ شغال راسك.